للوقت نفسه، اللي يهمنا نفهمه هنا هو إن إحساسك بالزمن مش ثابت، هو بيتغير حسب سرعتك، حسب وسيلة تنقلك، وحسب الآلة اللي بتنتقل بيها. وساعتها بيجي سؤال: هل الآلة دي وسيلة نقل عادية ولا آلة زمن إحنا مش مدركينها؟ خلينا بقى نخش في اللي بيكسر الدماغ بجد. فاكر أينشتاين، الراجل اللي قالك إن الزمن مش ثابت؟ آه والله، الزمن بيتغير حسب حاجتين: السرعة والجاذبية. يعني إيه؟ يعني اللي بيتحرك بسرعة الزمن عنده بيمشي أبطأ من اللي واقف مكانه. يعني لو في حد طالع رحلة في مركبة فضائية ماشية بسرعة قريبة من سرعة الضوء، والتاني قاعد هنا على الأرض، اللي في الفضاء هيعدي عليه الوقت أبطأ، هيرجع يلاقي صاحبه